السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قصة الباحث الهولندي الذي توقع زلزال تركيا، توقع المكان وتوقع الزمان في تغريدة نشرها على موقع تويتر منذ 3 أيام، وتوقع درجة الزلزال وهي إن هي 7.5 درجات، لكن الزلزال حصل وكانت الدرجة 7.8 درجة على مقياس ريختر. فتعالوا نعرف قصته، وهو يربط ذلك بالعلاقة بين الأجرام السماوية، يعني علاقة الجذب بين الأجرام السماوية بين الأرض والقمر والشمس وكوكب المشتري وكوكب الزهرة وغيرها في علاقات الرياضية كما سنوضح الآن. نبدأ حضراتكم من هذا حسابه على تويتر اسمه فرانك هوجر بيتس، وهو كتب هذه التدوينة يوم 3 فبراير، يعني منذ 4 أيام قبل الزلزال. وطبعا التغريدة الآن حققت بعد ما حصل الزلزال 40 مليون مشاهدة، فرقم ضخم جدا طبعا، لكن وقت ما هو كتب التغريدة لم يهتم أحد كثيرا به. حضراتكم هنا ترجمة التغريدة، يقول: عاجلا أم آجلا سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة. طبعا الزلزال حصل فعلا 7.8 في هذه المنطقة، وهو وضع الدايرة بالفعل على مكان الزلزال بالضبط، وهو الزلزال فعلا حصل هنا، وطبعا زلزال كبير وضخم كما شاهدنا يعني. يقول ان هذه المنطقة هي جنوب ووسط تركيا، الأردن وسوريا ولبنان، وله قناة على اليوتيوب، يعني إمكانياتها ضعيفة، تفيد أنه هو يعني يعمل شبه مفرده يعني، فالتصوير غير احترافي إلى آخره، لكن هو يشرح في هذه القناة على اليوتيوب كيف يتوقع الزلازل. فهو يقول أن هنا مثلا الأرض، فيقول مثلا أنه الأرض طبعا بينها وبين القمر هنا جذب، وبينها وبين الشمس، فبتحدث عبارة عن علاقات جذب. وطبعا كان بيتحدث ان احنا القمر الآن بدر، وهذا سيؤدي إلى الجاذبية القوية. طبعا هذا شرح على زلزال آخر، لكن سنأتي إلى ما يتعلق بتركيا. فهو طبعا بيقول لك هنا انه يكون القمر، لما يكون القمر بيجذب في الارض والارض بتجذبه، والشمس ايضا في بينها وبين علاقه جذب، وفي بين الارض وبين كوكب الزهره فينوس، وبين المشتري كما نشاهد او زحل هنا المشتري، فهو وده نبتون. فهو بيقول ان في مجموعه من المعادلات الرياضيه لما بتحصل بين هذه الأجسام في علاقات الجاذب فيما بينها تؤدي إلى حدوث زلزال في مكان ما في الأرض. وطبعا كما تشاهدون، وهو إن لم يشرح هذا بالتفصيل، لكن هذا يعني من باب تبسيط الفكرة من عندي، ممكن يكون التبسيط ده غير صحيح. إنه مثلا في هذه الحالة كوكب زحل بيجذب الأرض، والقمر بيجذب الأرض. وخلي بالكم الأرض أصلا عبارة عن إيه يا جماعة؟ الأرض عبارة عن سائل ملتهب، وفي الخارج قشرة رقيقة الصلبة التي نعيش عليها، فهي بطن الأرض كله حديد، فالجذب أصلا مع الحديد بشكل أساسي يعني. فطبعا القمر بيجذب في الأرض وزحل، وكوكب الزهرة أيضا بيجذب في صهارة الأرض، والشمس بتجذب في الأرض، والكواكب الأخرى بتجذب في الأرض. يعني في وقت ما لما يكون كل هذه الكواكب والأجرام السماوية بتقوم بجذب صهارة الأرض، هذا يؤدي إلى انحراف هذه الصهارة وتحركها من مكانها، فتبدأ الصهارة مثلا تترك هذا الجانب وتتجه هذا الجانب، فيؤدي إلى أنه القشرة الأرضية تنزل في بعض الأماكن، ترتفع في بعض الأماكن، وهذا ما يؤدي إلى الزلازل كما يقول. وهو عامل معادلات رياضية، وطبعا بيركز على أنه القمر عامل أساسي، يعني هو حتى تجدون أنه هو في هذه المنطقة كتب باللون الأخضر سطر عن علاقة القمر بالأرض، وطبعا في حسابات للكواكب الأخرى، لكن الحساب الأساسي هو علاقة الأرض بالقمر، والقمر بدر واتجاهه وعلاقته بالشمس. هنا حضراتكم هو عامل رسم بياني لقوة الجاذب الخاصة بكل جرم سماوي وتأثير ذلك على الأرض. فهنا مثلا اللون الأصفر عامله للشمس، أن الشمس مثلا تكون قوة جاذبها على الأرض، وهنا الأرض باللون الأسود
يعني الرسومات دي هنا مثلا ده كوكب آخر، يعني هو عامل لكل كوكب قوة جذب وعلاقته وتفاعلاته كما تشاهدون. وهنا هو كان بيتكلم في هذا الرسم على انه هيحصل زلزال على الحدود ما بين ايران وتركيا، وانه هتكون قوته 5.9، وانه هيحصل الساعة 6 مساء. لكن الزلزال ده حدث ام لم يحدث الله اعلم. وطبعا هو كان بيتوقع في ان في زلزال في ايسلندا، وفي زلزال في هذه المنطقة مولكاسي، منطقة في البحر. وهو كان بيتوقع ان الزلزال ده يحصل يوم 3/2/2023، وطبعا بيبدأ التوقع من 26، يعني تقريبا هو هذا الذي حدث. ولكن يعني هو في الفيديو، ممكن الفيديو يكون متصور قبلها بفترة يعني على ما خد مونتاج، وانا طبعا يعني شغال في هذا المجال فانا فاهم. في الفيديو متصور من 10 أيام تقريبا، فقال انه هيحصل الزلزال على الحدود ما بين ايران وتركيا. لكن في التغريدة التي عرضناها قال الزلزال سيحدث في منطقة كهرمان مرعش اللي هو زلزال تركيا الحالي، ولكن لم ينشر فيديو على اليوتيوب يشرح المسألة. فهو كما تشاهدون ربما صحح حساباته. وهنا حضراتكم حساباته بالنسبة للزلزال الأخير، يعني اللي هو كان بيقول يحصل بين إيران وتركيا على الحدود فيما بينهم، لكن هو حصل في كهرمان مرعش. طبعا احنا قلنا ده فيديو، آخر فيديو اتكلم فيه عن تركيا من أسبوعين. وكما تشاهدون إنه الأرض بتجذبها الشمس، وفي نفس المستوى تقريبا كوكب الزهرة، وهنا أيضا كوكب زحل كما تشاهدون، وكوكب المشتري هكذا. وطبعا هنا المريخ، وهنا أورانوس. هو عامل رسم وعامل العلاقات، وفوق هيبدأ يعطي الأرض هيحصل فيها إيه، والمريخ والأرض والقمر وكوكب أورانوس، وعامل توقيتات وحسابات هنا تتعلق بنظريته. طيب الكلام ده صح أم خطأ الله أعلم. هو عامل على موقعه نموذج يعرفك أين توجد الشمس وأين توجد القمر، وتدخلهم مع بعض يطلع لك المكان اللي هيتواجدوا فيه، مع انك بتدرس الصفائح بتاع الارض والتشققات الموجودة في القشرة الارضية، وهذا سيؤدي الى جذب الصهارة يمين او شمال، حسابات رياضية معقدة. لكن في ضوء المعلومات المعروفة يعني انه في علاقة المد والجزر بتاع المياه في البحار والمحيطات لا علاقة بالقمر. علماء كثر يقولون هذا والبعض يقول لا، المهم يعني. لكن في الشائع انه هو القمر له علاقة بالمد والجزر الخاصة بمياه البحار والمحيطات. فهنا هنشاهد انه القمر، طب لما القمر والشمس يكونوا على خط واحد يحدث في هذه الحالة ان مياه البحار تبدأ يعني يحصل لها عملية مد كما تشاهدون، لما يكون في قوة جذب مضاعفة، جذب من القمر وجذب من الشمس معا، ويكون القمر في حالة بدر كما نشاهد. وهنا أيضا رسم توضيحي بيوضح كيف أنه العلاقة الجاذبية بتجعل المياه تحصل لها عملية المد بينها وبين القمر. ختاما، إلى أي مدى هذا الكلام صح من الناحية العلمية الله أعلم. طبعا هو في فيديوهاته يقول احتمال، نسبة كذا، ربما كذا، يمكن، قد يحدث في شرق تركيا، قد يحدث في غرب تركيا. يعني هو بيعطي نفسه مساحة واسعة جدا من التخمينات والاحتمالات. وهو توقع زلازل من قبل ولم تحدث، وتوقع زلازل وحدثت. وإذا وفقا للمجلات العلمية أنه الأرض بتشهد 100,000 زلزال سنويا، وكل يوم بيحدث زلازل، لكن بتكون لا نشعر بها، درجة واحدة على مقياس ريختر أو درجتين أو 3 درجات، فبتبقى هزات خفيفة لا نشعر بها أصلا. أيا ما كان ما فعله هو أمر جيد، أنه هو بيوجد علاقة جديدة تتعلق بباطن الأرض اللي هو حديد منصهر ومعادن منصهرة، وعلاقة ذلك بالجاذبية مع القمر، مع الشمس، مع الكواكب الأخرى. فالذي كان يحدث من قبل أن علماء الجيولوجيا كانوا يتحدثون عن أماكن الزلازل فقط، أنه في المناطق اللي فيها شقوق أو تصدعات في القشرة الأرضية، يعني بين الصفائح الأرضية يحدث فيه فالق، هذا الفالق يحدث فيه الزلازل. لكن هو هنا حدد، طبعا خلي بالكم الفالق اللي حصل فيه الزلزال اللي هو في كهرمان مرعش في تركيا،
هذا الفلق يمتد من إثيوبيا عندنا في أفريقيا، وبعدين تطلع على جيبوتي وتطلع على البحر الأحمر وبعدين الأردن وتصل إلى إيه؟ إلى إيران وإلى جنوب تركيا وتتجه إلى اسطنبول. فأنت عندك صدع ضخم جدا وطويل بنتكلم فيه تقريبا 4000 كيلومتر 5000 كيلومتر. فإن هو يختار نقطة من هذا الصدع اللي هو حوالي 4000 كيلومتر أو 5000 كيلومتر، ويقول هنا سيحدث الزلزال في هذا الصدع، في هذه المنطقة من الصدع وفي هذا التوقيت وبمقياس معين، معناها أنه اجتهاده اقترب من الحقيقة. ودائما العلم في بدايته بيكون فيه أخطاء كبيرة، وبعد ذلك النظريات بتجري تطويرها ثم يتم الوصول إلى الحسابات الدقيقة. فأي جهد علمي وأي تفكير هو تفكير مهم، ومن المهم الإنسان يخاطر. يعني هو خاطر من قبل بحساباته وطلعت غلط، والآن قال حساب وطلع صح، فالآن أصبح شخص مشهور جدا. وهذا هو الذي يجب أن نفعله، أن احنا لا نخشى من الخطأ عندما نقدم على العمل، لأنه لابد يحدث أخطاء كي ننجح في النهاية. وأي حقيقة علمية توصل لها الناس في الطيران في غيرها مرت في البداية بفشل وبأخطاء كثيرة. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيديو أنا عملته عن الزلازل في القرآن الكريم، وكيف أن آيات القرآن الكريم شرحت ما حدث في زلزال تركيا بالضبط قبل 1400 سنة، مما يثبت أن القرآن كلام الله وليس كلام البشر. أرجو الاستماع إلى هذا الفيديو. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.